طيب بالتالي كان لازم أتحدث بصفتي. كنت سنة 1992 قد أخرجت بحث يقول احتمال زوال إسرائيل، يعني زوال إسرائيل 2022 ميلادي احتمال واحد. يعني هل هو نبوءة، تفسير لنبوءة قرآنية، ولا مجرد مصادفات في الأرقام؟ قلت في المقدمة لا أقول إنها نبوءة ولا أقول إنها ستحصل، لكن ما تواتر من دراسات إلى يومنا هذا. بتقولوا لي إلى يومنا هذا ليش أنت ما بطلت؟ لا ما بطلناش. طب ليش من فترة قطعت الناس وما عدتش تتكلم؟ لأني بديش أرد أدخلهم في أمر جديد. خلص قلنا اللي قلنا، ما عليكم إلا تراقبوا الواقع، ما عليكم إلا تراقبوا الواقع. إيش تراقب الواقع؟ يعني أنتوا ما شفتوش إنه لما جت 2022 قبلها امور كثير، ابداها من 2008 وانهيارات اقتصاديه، وابداها من كيف الامور تراجع، حرب اولى، حرب ثانيه، حرب ثالثه. شو كل هذا اجى في الوقت طيب ودخلت 2022 شهر اول 24 شباط تقوم حرب يتورط فيها مين؟ يتورط فيها الجانبين اللي اقاموا اسرائيل. شو الصدفة هاي؟ احنا ما حكينا من 92 كانت اسرائيل وضعها تمام. اشمعنى يعني لما قرب قبلها كان في تمهيدات تقول ها شوفوا العالم ها. طيب لما دخلت بدأت الحرب التي لم تنتهي بعد، حرب كسر عظم بين الطرفين، الطرفين اللي انشأوا اسرائيل، لانه اللي انشأوا اسرائيل روسيا الشيوعية ومع الغرب خصوصا البروتستانتي، بريطانيا والولايات المتحدة. طيب هذول ما هم تسابقوا للاعتراف بإسرائيل، هذول الاثنين، مندوب الولايات المتحدة ومندوب روسيا وقتها الشيوعية. طيب قول انه يعني الان روسيا انقضت على الشيوعية، مش قضية، مش وقت روسيا، ما هي سبق انا حكيت على روسيا وهي تقتل الناس في سوريا. انما هذول الاثنين نزلوا بعضهم. وين راح يروحوا؟ الله اللي بيقدر وين راح يروحوا. بس ما انتبهوا الناس لهالكلام، ثم ما انتبهوا الناس الى انه مش بس هذول الاثنين اللي انشأوا اسرائيل، وانه اسرائيل نفسها بدأت تنقسم الى درجة الان معسكرين ممكن في اي لحظة حرب اهلية، وعم بيقولوا هم، وما انتهت القضية. يعني الناس ما شافتش، كانت وين يا شيخ؟ ما هو غلط الشيخ انه يعني استخدام تعبير زوال اسرائيل 2022 يعني نبوءة ولا صدف في الارقام؟ طب انت قلت بتزول، والله ظاهر الامور الارقام هيك بتقول. يعني طب ما انت يا شيخ كنت تستخدم فتح الارض المقدسة، فتح بيت المقدس، فتح ايش؟ الارض المباركة، تستخدم عبارة فتح. فلما خرجت الناس اللي كانوا يتابعوا البحوث عن وعي قالوا لابد من خطأ يعني في التفسير. تفسير ايش؟ تفسير انه ما معنى الفتح. بس نقرأ أول 3 آيات من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. انتم بتعرفوا انه في السنة السادسة
للهجرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق مع 1400 من الصحابة من أجل العمرة، الاعتمار في مكة، وأنه قريش صدتهم، وما كانش في عادة العرب أصلا أن تصد أحد عن البيت الحرام. صدتهم، وصارت بعدين ما يسمى بصلح الحديبية، وقالوا لهم واتفقوا من ضمن ما اتفقوا أنه في العام القادم تعتمروا. وكتبت شروط، هذه الشروط كأنه بعض الصحابة يعني شعر أنه يعني لماذا نقبل هذا الكلام؟ علامة نعطي الدنية في ديننا، ليش نقبل هالكلام؟ فجاء عمر بن الخطاب وراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول رد عليه صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، أنا رسول والله بضيعنيش إطلاقا. ثم لما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت هذه الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فعمر الخطاب جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. المهم أهل التفسير انقسموا في التفسير. الأرجح والأقوى أدلة، ومش وقته نقول إنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود الصلح الحديبية. هذا لما بتدرس وبترجح، وما رجحه جمهور العلماء من أهل التفسير إنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. تمام؟ ولكن قسم من الصحابة فهموا إنه برضو يشير إلى فتح خيبر وفتح إيش؟ مكة. مع إنه موضوع فتح مكة طبعا اللي كان في السنة الثامنة، موضوع مكة إذا جاء نصر الله والفتح، وممكن أشير إليه في هذه السورة: وينصرك الله نصرا عزيزا، خصوصا في خيبر ومكة. هون جيد أروي لكم ما سمعته في بعض التلفزيونات في لقاء مع مستشرق يهودي، لقاء بيعملوا معه حوار، فقال، انتبهوا الآن، قال يعني بمعنى انه الناس مش منتبهة انه صلح الحديبية كان هو فتح خيبر، وانت تطلع على فكرة سوف تجد انه بعد شهرين من الصلح كانت مفتوحة خيبر. هو شو بقول هذا المستشرق؟ بقول انه لو الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل الصلح وراح يفتح مكة، كان في خاصرته خيبر، وخيبر كانت قلاع قوية عسكريا، ولو راح يفتح خيبر لكان ايش؟ لكان قريش في خاصرته. فقال عمل الصلح فورا، ذهب وأنهى موضوع خيبر، شهرين بس، يعني حيد انتهى شهرين. بعدين اجى وقت، لانه كان في صلح، اجى وقت ننتظر فيه انه مكة تخرق الاتفاق. قريش، يعني قريش المقصود مش مكة، قريش، وخرقته. فالرسول جاهز لهم. لاحظوا انه هو صلى الله عليه وسلم كان ذاهب يعتمر معاه 1400، لكن لما راح فتح مكة كانوا 10,000، لأنه في الفترة هاي فترة الصلح زي ما قالوا ثاب الناس بعضهم إلى بعض، خلص ما الناس بيلتقوا كذا، والمسلمين صاروا يعرضوا الإسلام فدخل أعداد. لاحظ، هو اعتمر، كان ذاهب الاعتمار بقديش؟ 1400. ذهب فتح مكة بكم؟ مقاتلين، مش غيرهم، مقاتلين 10,000.
وسر الراحة. المقاتلين 10,000. تمام. فإذا الصلح كان هو الفتح. تطلع حولك وين الفتح؟ أيوة، ما أنت مش شايف الثمرة، أنت مش شايف الثمار القادمة. هذا الفتح، هذا الفتح. فعلى ما يبدو أنه إحنا ما كناش منتبهين أنه ما سيحصل في 2022 1443 في هذه الفترة يكون الفتح. شو يعني الفتح؟ ثماره. ما هو انت هذا الغرس اللي بدك تشوف ثماره الان قادمه، واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني، انت ما بتشوف بعده الا